يا أهل، أنا كيرو، ودي الحلقة رقم 11 من بودكاست أفكار مع فنجان القهوة. البودكاست اللي هنحاول نلاقي فيه لحظات من السلام النفسي وسط دوشة الحياة. كل اللي مطلوب منك إنك تشرب قهوتك وتطبطب على روحك وتيجي معايا في رحلة تكون فيها أنت صديق قهوتي المقرب. وفي نهاية الحلقة هكون سعيد لو شاركتوني تعليقاتكم وأفكاركم للحلقات الجاية، وكمان على سبيل الدعم والحب هكون ممتن جدا لو قيمت البودكاست ده على منصة البودكاست اللي بتحب تسمع منها. قهوة سعيدة. تخيل نفسك بتكبر وعندك حلم واحد عمره ما بيفرقك، بلد نفسك تزورها، ركن في الكوكب بتسميه في خيالك أرض أحلامك. سنين بتخطط وبتحرم نفسك من حاجات كتير، بتشتغل، بتحوش، بتأجل راحتك وبتيجي على أعصابك والحاجات المهمة في حياتك، وكل ده عشان رحلة عمرك اللي بتحلم بيها وبتتمناها ليل ونهار. سنين عدت وفجأة الفيزا على باسبورك، تذكرة الطيران في جيبك، وحسابك في البنك بيقول إنك جاهز تخوض الرحلة أخيرا، وقلبك مش مصدق. طول رحلتك على الطيارة قاعد بتشوف فيديوهات الناس اللي زاروا البلد دي قبلك، بتتخيل الأماكن اللي هتروحها، الصور اللي هتاخدها هناك، المكان اللي هتشرب فيه قهوتك الصبح في أول يوم ليك، المحلات اللي هتشتري منها كل قائمة الهدايا اللي طلبوها حبايبك منك. ياه، حلمك بيقرب قوي، ده أقرب من أي وقت فات. لحظة وصولك للمطار وفي لحظة نشوة غريبة قلبك رفرف فيها من السعادة. رجلك بتلمس أرض أحلامك وصدرك بيتفتح وبتاخد نفس عميق لأول مرة، وده مش أي هوا، ده هوا البلد اللي بتحلم بيها من سنين. بتدور على مكان تجيب منه قهوتك وترتاح من تعب السفر. المطار زحمة، ناس في حركة سريعة ومستمرة، كل واحد منهم شايل حلم أو هم أو خطة، وانت عندك حماس رهيب للخروج من باب المطار. الحياة اللي تمنيتها بينك وبينها خطوات معدودة. بيحط الجرسون فنجان القهوة قدامك فيرجعك للواقع، لكن كل ده والابتسامة ما بتفرقش وشك. أول مرة تبقى بالسعادة دي من سنين طويلة. بتلمح في شاشات المطار من بعيد خبر عاجل بالشريط الأحمر، لكن مش قادر تفسر محتواه من بعيد. وحواليك لسه كل واحد في دنيته، بين سلامات الوداع وأحضان اللقا، وبين استعجال المسافرين خوف من إن ميعاد الطيارة يفوتهم. ثم فجأة إذاعة المطار بتعلن عن إنذار خطير على السادة المسافرين ورواد المطار. الحذر، أعلن رسميا إن بكرة نهاية العالم. الدنيا بتهدى والوقت بيقف، المطار بيتحول لفوضى، ناس بتجري وناس بتعيط وناس بتودع حبايبها في التليفون، وناس الخبر شل حركتها تماما. كل واحد بيحاول يلحق اللي فاضل من ساعاته الأخيرة، وانت واقف وسطهم. كل تفكيرك في رحلة عمرك اللي خططت لها. يا ترى هتعمل ايه دلوقتي؟ وفنجان القهوة اللي في ايدك ده ممكن يكون آخر فنجان قهوة على سطح الكوكب. ايه الحظ ده؟ الكوكب مش قادر يصبر عليك تعيش اليومين اللي حوشتهم من الدنيا.
خليني أقول لك يا صديقي، الشخص ده مش غريب عنك. أنا وإنت شبهه، بنحوش فرحتنا لبعدين، بنرتب أحلامنا على رفوف الأيام لوقت أنسب، كأن الحياة مضمونة. تخيل إنك هذا الشخص فعلا، وعرفت إن بكرة نهاية العالم. إيه أول حاجة هتعملها؟ لو بكرة نهاية العالم هنزل إيه اللي هيفضل مهم بالنسبة لك، وإيه اللي فجأة هتلاقيه ملوش معنى؟ أغنية كايروكي رغم بساطتها فيها قواعد مهمة لحياة أكثر سعادة وسلام نفسي. البساطة، اللامبالاة الحكيمة، التمرد على الهم والتصالح مع اللحظة. كأنها بتسألنا لو بكرة نهاية العالم هنعيش النهاردة إزاي؟ التفكير في السؤال ده بيحطك قدام نظرة أوسع وأعمق للحياة، خارج دوامات العلاقات المرهقة وضغوط الحياة والشغل اللي ما بيخلصوش. نسخة من الحياة خالية من الصراعات والحروب، مفيش فيها أي فرصة للتأجيل والانتظار للحاجات اللي نفسك تعملها، ولا تضييع وقت في مقارنات خايبة بينك وبين الشخص اللي جنبك في الحياة. هيحطك قدام نمط تفكير إيجابي جدا. هتعمل إيه دلوقتي يسعدك؟ هتفضل شايل أحمالك التقيلة لإمتى؟ ولا تروق وتشرب فنجان قهوتك وتقول كل ده طلع على مفيش، فليه أرهقت قلبي كل العمر اللي فات؟ في بداية الستينات ظهرت جملة ساخرة بتقول الموت هو طريقة الطبيعة في إنها تقولك هدي من سرعتها. حياتنا أجبرتنا صديقي على تصديق فكرة التأجيل لبكرة، وبكرة ده أكبر وهم اخترعه الإنسان لنفسه. انت ما عندكش أي ضمانات لبكرة، وزي ما قال راهب ياباني حكيم، لو عرفت إني هموت بكرة هزرع وردة النهاردة. تخيل قالولك إن بكرة فعلا نهاية العالم، هتلاقي مشاكلك دلوقتي بتقل النص، خوفك بيتبخر، وهتدرك إن نص لتعبك والنص التاني حمل تقيل في حياة ما كانتش تستحق منك كل هذا العناء. وهتلاقي كتير من اللي شايله على ظهرك ملوش قيمة، وإني أغلى حاجة نملكها حرفيا هي اللحظة دي، الضحكة دي، النفس اللي مكمل، القلب اللي لسه قادر يحب وعارف يكون مبسوط. كنت بفكر أحيانا ماذا لو صحيت في يوم على خبر إني آخر يوم في العالم بكرة. هل هجري أول حاجة على اللي بحبهم؟ هل هروح لآخر مرة المكان اللي بحب أخد فيه قهوتي وأشرب آخر فنجان قهوة؟ في قهوة على المفرق، في موقدي وفي نار. همسك ورقتي وقلمي واكتب كل اللي في قلبي زي ما بحب أعمل دايما. وممكن أكتب إيه والمين؟ وهنا بيجي أصعب شيء على أي إنسان عموما، وهو الاختيار تحت ضغط. لو عرفت إن بكرة نهاية الحياة، هل هتعيش يومك بحرية ولا هتتجمد من الخوف؟ هل هتختار الحب، المغفرة، المغامرة، ولا السكوت والخصام والحزن؟ وإيه أكتر حاجة ممكن تندم عليها لو ملحقتش تعملها؟ الندم يا صديقي مش دايما بيجي من الحاجات اللي عملناها، الندم أوقات بيجي من الحاجات اللي احنا ما عملناهاش. بيوصف ليز براون المتحدث التحفيزي الأمريكي المقابر على إنها أغنى مكان على وجه الأرض، وقال إنك هناك هتلاقي كل الأمال والأحلام اللي عمرها ما اتحققت،
والكتب اللي ما اتكتبتش والأغاني اللي ما اتغنتش. الجملة دي يا صديقي بتحمل معنى عميق جدا، وبتلفت نظرنا لفكرة إننا ساعات بنفضل نأجل أو نخاف ناخد خطوة تجاه لنفسنا فيه. بنسيب أفكارنا ومشاعرنا تموت جوانا من غير ما تشوف النور أو حد يعرف عنها حاجة. الجملة دي دعوة قوية ليا وليك إنك ما تسيبش حلمك يموت جواك، وبتفكرك إن الوقت مش مضمون، وإن الجراءة على المحاولة أهم بكتير من الخوف من الفشل. الإنسان لما بيواجه فكرة النهاية صديقي بيبدأ يسأل: هل دي الحياة اللي عايز أعيشها؟ هل هو ده الشخص اللي عايز أحبه؟ هل ده اللي عايز أعمله كل يوم؟ هل دول الناس اللي أحب أقضي وقتي معاهم؟ هل ده المكان اللي لازم أكون فيه دلوقتي؟ هل في إيدي إن أكون أقوى وألطف وأكتر رحمة مع الناس ومع نفسي؟ هل حبيت كفاية؟ سمحت؟ أثرت في حياة حد؟ في العادة التانية من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية، ستيفن كوفي بيقترح تمرين. تخيل جنازتك، تحب الناس تقول عنك إيه؟ وقال يا صديقي إن التمرين ده بيخلي الناس تعيد ترتيب أولوياتها واهتماماتها وقيمها. الإنسان لما بيواجه النهاية في أي شيء عموما بيمر بمراحل نفسية مهمة: صدمة، إنكار، محاولة سيطرة، ومواجهة، ثم تقبل. وفي الآخر بيكتشف إنه قدام حقيقة واحدة بس، وهي اللحظة دي. فيلم ذا باكيت ليست لمورغان فريمان وجاك نيكلسون اللي بيحكي عن شخصين، واحد غني جدا والتاني بسيط جدا، اتقابلوا في أوضة مستشفى بعد ما عرفوا إنهم هيموتوا، فقرروا يكتبوا قائمة بكل حاجة كان نفسهم يعملوها ويسابقوا الوقت عشان يحاولوا يعيشوا من جديد. المغزى من الفيلم كان إن اللحظة اللي فاضلة في حياتنا صديقي مش لازم تكون النهاية، ممكن تكون هي أول مرة تعيش فيها بشكل حقيقي. لكن هل إحنا بنبقى نفسنا فعلا لما بنواجه النهاية، ولا بنكتشف شخص جديد تاني جوانا؟ الناس اللي زاروا الموت وقابلوه وجها لوجه في تجربة بيسموها Near Death Experience، هي حالة بيمر فيها الإنسان بتوقف مؤقت لوظائف الجسم، لكنه بيحس بوعي حاد وسلام داخلي وإحساس إنه لسه حي رغم إن الطب بيقول العكس. فاكر من كام سنة على نتفليكس شفت فيلم وثائقي اسمه Surviving Death، ومن ضمن قصص الناس دول كانت قصة دكتور ماري نيل اللي في سنة 99 كانت في مغامرة تجديف في نهر في جنوب تشيلي، واتقلب بيها القارب واتحبست تحت شلال قوي وفضلت 24 دقيقة من غير نفس. بتحكي قصتها وبتقول: بدل ما أشعر بالرعب حسيت بسلام غريب، وحسيت إني خرجت من جسمي وشفت كل محاولات إنقاذي من فوق، ورحت مكان نوراني فيه حب وهدوء. كان عندي إحساس إني أكتر حياة من أي وقت فات، وإني ما كنتش لوحدي. وهناك اتقال لي إني وقتي لسه مجاش، ورجعت لجسمي تاني بشيء أشبه للمعجزة الطبية. ناس كتير مروا بنفس تجربة القرب من الموت، وكلهم بعد ما واجهوا الموت رجعوا يقولوا نفس الكلام. أدركوا قيمة اللحظة اللي هما بيعيشوها، وقدروا قيمة العلاقات الحقيقية اللي في حياتهم. شخصياتهم وقيمهم اتغيروا من جوه بأولوياتهم، بطبيعة إيمانهم بربنا، وحتى معنى الحياة عندهم اتبدل. ومن أكتر اللحظات تأثيرا واللي بتثبت الكلام ده
كان خطاب ستيف جوبز الشهير في جامعة ستانفورد في 2005. قال إن إدراكه إنه مريض بالسرطان خلاه يشوف الحياة بمنظور مختلف، وإن الوقت محدود فلازم نعيشه بصدق ونشتغل على الحاجات اللي بنحبها فعلا. وقال إنه لما كان عنده 17 سنة قرأ مقولة بتقول: إذا عشت كل يوم كأنه آخر يوم في حياتك هيجي يوم وتكون فيه على حق. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." ومن وقتها قال إنه كان بيبص لنفسه في المراية كل يوم ويسأل: لو كان النهاردة آخر يوم في حياتي هل كنت هعمل اللي ناوي أعمله؟ ولو كانت الإجابة لأ لعدة أيام متتالية، كان بيعرف إنه محتاج يغير حاجة. يمكن كل اللي محتاجينه هو إننا نفتكر بس إن الوقت مش دايم، وإن اللحظة دي هي كل ما نملك. إيكارت توليه الكاتب الألماني المعروف صاحب كتاب قوة الآن بيقدم طول الوقت للناس رسالة بسيطة لكنها عميقة جدا. بيقول ببساطة: اللحظة اللي في إيدك هي كل اللي عندك، وإن كل المشاعر السلبية سببها إنك عايش في وقت غير الوقت اللي تملكه دلوقتي. يعني كل قلقك جاي من فكرة لسه ما حصلتش، وكل حزنك مربوط بحاجة خلصت ومش راجعة. لكن اللحظة دي هي الحقيقة الوحيدة اللي تقدر تلمسها. يمكن كل اللي احنا محتاجينه يا صديقي هو اننا نرجع للحظة اللي احنا فيها دلوقتي، نقدرها، نستمتع بيها، نعيشها. ولأن الحياة لعبة من محاولة واحدة بس، فأنا بقولك يا صديقي: عيش كل اللي يعجبك، والبس اللي يعجبك، واعمل اللي يعجبك، وقرب من اللي يعجبك، واقعد مع الناس اللي تعجبك. اشرب قهوتك زي ما تحبها، مظبوطة، زيادة، سادة، براحتك. حياتك ملهاش إعادة، ومحدش في الآخر هيجي يحاسبك على فاتورة أعصابك المحروقة ولا ضغوطك النفسية طول الوقت، والأيام اللي بتضيع منك في الحزن، أو الساعات المهدرة على كراسي انتظار عيادة دكتورك النفساني. لو بكرة نهاية العالم أو مش بكرة مش مهم، اشرب قهوتك وطبطب على نفسك واشتري أعصابك. كده كده الكوكب ده مش مكمل كتير. وخليك مدرك إني أصغر لحظة هدوء وسلام نفسي في حياتك دلوقتي أغلى بكتير من 1000 انتصار في معركة من معارك حياتنا الوهمية. وفي اللحظة دي ومع قهوتك اللي بتشربها دلوقتي، أنا بقولك لو النهاردة آخر يوم للكوكب بتاعنا عيشه، ولو مش آخر يوم برضه عيشه. الدنيا حلوة وعجيبة قوي، وتستاهل انك تعيشها. خد نصيبك كله، العب وساكر واشتغل وحب واتجوز وتخانق كمان. ما تضيعش لحظة واحدة من عمرك، تمتع بحياتك. ما تخافش من الناس ولا الضلمة ولا العفاريت حتى. صاحب الناس كلها وحبهم كلهم، والعالم الغلسة غلس عليهم قوي. ما تخافش من الناس، ما تخافش من نفسك، واعمل اللي يقوله لك ضميرك.